قبل عيد الأضحى بأسابيع قليلة، المغاربة يعيشون صدمة حقيقية في أسواق الأضاحي. الأسعار كتوصل لمستويات غير مسبوقة، والقدرة الشرائية ولات ضعيفة بزاف. وفي وسط هذا الوضع، خرجت حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي كتدعي إلى مقاطعة شراء الأضاحي هذا العام، بحجة أن الغلاء وصل لحد لا يطاق وأن الشناقة كيتحكموا في السوق. ولكن السؤال اللي كيتطرح اليوم، واش فعلا المقاطعة غادي تكون حل، ولا ممكن تزيد تعقد الوضع أكثر؟ بعض المهنيين كيقولوا أن المقاطعة ممكن تضرب الفلاح الصغير قبل الكبير، وآخرون كيشوفوها فرصة للضغط على الأسعار. وبين هذا وذاك، المواطن المغربي بقى حائر واش يشري ولا يصبر. الأيام الجاية غادي تكون حاسمة، وغادي تكشف الحقيقة كاملة. وفي النهاية، شاركونا آراءكم في التعليقات، واش مع المقاطعة ولا ضدها؟ وما تنساوش ديروا لايك والاشتراك باش توصلكم آخر الأخبار.